7 معوقات كارثة حرفيا لو موجودين في حياتك. انا ليه سميتهم معوقات؟ لان حرفيا انتي ماشية في طريق النجاح، طريق تحقيق اهدافك، تمام؟ الحاجات دي ال7 دي لو في حاجة منهم فيكي هيكونوا عائق في طريقك، ومش هتمشي الا لما تحلي العائق ده. عاوزة من غير ما اضيع وقت نبدأ فيهم. نبدأ بأول واحدة وهي مهمة جدا. النقطة دي مهمة جدا، ولو فيكي أرجوكي لازم نغيرها، وهي طبعا التأجيل. أنا اتكلمت عن فكرة التأجيل دي في الفيديو اللي فات. التأجيل أو كلمة أنا هعملها بكرة، تمام حبيبتي؟ الكلمة ديت بتضيع من عمرك سنين قوي، تمام؟ أنا عارفة إن انتي لما بتقولي الكلمة دي بتحسي براحة، بس الراحة اللي انتي بتحسيها راحة لحظية، راحة في فترة معينة وهتروح، هتزول نهائي. أنا مش هرتاح في الصداع. انتي حرفيا بتدفني حلمك، انتي بتدفني هدفك، بتدفني الحاجة اللي انتي بتسعي علشانها، علشان خاطر انتي بتقولي هأجلها لبكرة. ده غلط. دي أول نقطة، ممنوع التأجيل. ما تستنيش تبدأي لما تكوني جاهزة. خلاص، الجاهزية وهم، وهم كبير جدا. ما تستني على رأي الدحيح، ما تستنيش تستني المهم ما تستنيش لما المكتب الجديد يتوضب، ما تستنيش لما تجيبي الكشكول الجديد عشان تكتبي فيه، ما تستنيش لما تجيبي القلم الواو اللي تكتبي فيه، ما تستنيش، ابدأي دلوقتي. تاني نقطة، رضا الناس أهم من راحتي. معظم البنات عندهم رضا الناس أهم من راحتهم. معظم البنات بتخاف تقول لأ، بتعمل حاجات هي مش حباها علشان خاطر ترضى الناس اللي حواليها. بس أنا عايزة أقولك نقطة معينة حبيبتي، الناس اللي انتي بتحاولي ترضيهم اللي خلقهم هو اللي خلقك، يعني اللي خلقهم رب واحد، اللي خلقنا كلنا رب واحد، يعني احنا الاتنين متساويين في نفس المكان. مين الناس دي عشان انتي تحاولي ترضيهم؟ بالعكس، انتي مفروض ترضي ربنا وترضي نفسك. الباقي مش مهم، تمام؟ فما تحاوليش ترضي الناس اللي حواليكي عشان خاطر انتي بتخافي تقولي لا. اتعلمي ان انتي تقولي لا. دي نقطة مهمة جدا، اتعلمي ان انتي تقولي لا. وعلى فكرة حابة اقولك على نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان كلمة لا اللي انتي هتقوليها هتبين لك مين الشخص اللي المفروض يعيش معاكي او المفروض يكون معاكي ويكمل معاكي حياتك، من الشخص اللي المفروض اصلا تشيليه من حياتك خالص. ليه؟ لان كلمة لا بتزعل. فشوفي بقى مين اللي هيزعل منك ومين اللي هيفضل معاكي بالرغم ان انتي قلتيله لا. دي نقطة مهمة كمان لازم تركزي فيها. تالت نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها وهي المقارنة المستمرة. بصي، انا عارفة ان انتي غصب عنك بتشوفي البنات سواء على تيك توك او انستجرام او انتي بتخرجي اصلا وتشوفيهم برا، بتشوفي البنات ناجحة، بتشوفي البنات اللي معاها فلوس، بتشوفي البنات اللي بتسافر، بتشوفي البنات اللي بتشتغل في الشغل اللي هي بتحبه، الكلام ده كله، وتشوفي نفسك وتبصي على نفسك وتقولي انا مش كفاية ان انا ابدأ. شوفي، انا عايزة اقولك على نقطة مهمة جدا، وهي ان حبيبتي كل واحدة فينا ليها قصتها، كل واحدة فينا ليها تحدياتها، فدي قصتها بدأت وتحدياتها بدأت ونجحت. انتي لسه قصتك هتبدأ، انتي لسه هتبدأي قصتك. بعدين بقى انتي لسه هتبدأي قصتك وتحدياتك وهتنجحي، صدقيني. المقارنة ما هي إلا ان هي هتكسر ثقتك في نفسك، وهتكسر وقتك، حرفيا هتكسر مجهودك وتعبك وكل حاجة، من انتي قاعدة عمالة بس بتقارني ومش بتعملي حاجة. فصدقيني كل واحدة فينا ليها قصتها وتحدياتها ونهايتها الحلوة. انا عاوزاكي تخليكي في نفسك. خلاص، انا عاوزاكي انتي ماشية في طريق ما تبصيش ولا يمين ولا شمال، ولا عايزاكي تقولي ده فلانة ما نجحتش في المجال اللي انا فيه انا هنجح. ما تبصيش على حد،
هتنجحي. ليه؟ لان انتي واثقة في نفسك. ثقي في نفسك وما تبصيش على حد. رابع نقطة، هو كويس ان انا ماسكة الورقة علشان انا بنسى. رابع نقطة هنتكلم فيها وهي خطيرة جدا جدا، السكوت على العلاقات التوكسيك. العلاقات التوكسيك اللي في حياتنا، تقريبا كلنا عندنا علاقات توكسيك في حياتنا، واولهم انا. ايوه، انا عندي علاقات توكسيك في حياتي كتير. المهم، سواء العلاقات دي من صحابك او من قرايبك، انتي بيكون غصب عنك مش بتقدري تبعدي عنهم علشان العشرة، علشان هم قرايبك، عشان من اهلك ومش عارفه ايه والكلام ده كله. بس انا حابه اقولك ان الناس دي لو فضلت معاكي في الطريق اللي انتي ماشيه فيه هتقفي. عارفه ليه؟ هما ماشيين معاكي في الطريق. واحده توكسيك ماشيه معاكي في الطريق، انتي هتطلعي هي هتقوم شداكي. انتي هتفضلي قاعده هي فرحانه ان انتي قاعده معاها كده بلطة قاعده معاها. انتي هتحاولي تطلعي تقومي هي شداكي. هتشدك بقى، تشدك بالكلام بالحاجات دي حبيبتك وكل الكلام ده كله. لا، ابعدي عنهم. ابعدي عنهم، اقطعي علاقتك بيهم خالص لحد ما انت تنجحي والله ما تعرفهمش تاني برضو. ابعدي عن الناس التوكسيك اللي في حياتك، اسمهم ناس سامة. توكسيك يعني سام، فابعدي عنهم احسن لك. يا شهد هكون لوحدي، يا شهد همشي لوحدي، يا شهد هعمل لوحدي. مفيش احلى من ان انتي تمشي في طريق نجاحك لوحدك، احسن من ان انتي تطلعي هي تشدك. صدقيني احسن كتير. هنتكلم عن خامس نقطة، وهي نقطة مهمة جدا وحرفيا كارثة بكل المقاييس، ان انتي تشتغلي شغل انتي مش بتحبيه. انتي يمكن مجبورة على الشغل اللي انتي مش بتحبيه دوت. شغل بتشتغليه لمجرد ان هو بيطلعلك فلوس، بتشتغلي لمجرد تضييع وقت. انا عارفة ان انتي محتاجة فلوس، كل الدنيا محتاجة فلوس، انا محتاجة فلوس وانتي محتاجة فلوس، كله محتاج فلوس، ومفيش وقت تضيعيه والكلام ده كله. بس انتي مستعدة ان انتي تعيشي طول عمرك كله تشتغلي في شغلانة انتي مش حباها لمجرد الاسباب دي؟ تشتغلي في شغلانة تستنزف من طاقتك، تستنزف من مجهودك، تستنزف من وقتك، وفي الاخر ما تحققيش اصلا ولا الشغلانة ديت بقبضها، ما تعرفيش تسافري يوم. روحي اشتغلي شغلانة تانية جنب شغلك اللي انتي مش حباه. انا مش بقولك سيبي شغلك النهاردة، لا، روحي اشتغلي شغلانة تانية جنب الشغل اللي انت مش حباه ده. اشتغلي حاجة انت بتحبيها. عارفة ان هو صعب، والله عارفة ان هو صعب. يعني انا مش هقول لكم كده الا لما اكون جربته. اشتغلي في مثلا عندك هواية معينة، موهبة معينة، اشتغلي عليها جنب شغلك. اشتغلي في حاجة انت بتحبيها جنب شغلك اللي انت مش حباه، عشان لما تسيبي شغلك اللي انت مش حباه تروحي للشغلانة اللي انت حباها. تروحي تشتغلي في الحاجة تانية، يكون عندك وظيفة تانية او يكون عندك حاجة تانية انتي حباها، والحاجة دي هتطلعلك فلوس دهب طالما انتي حباها. وعايزة اقولك على حاجة، الشغل اللي انتي مش حباه النهاردة هيطلعلك مصروفك النهاردة، لكن الشغل اللي انتي حباه هيبنيلك مستقبل وحياة بكرة، سواء ليكي او لأهلك. سادس حاجة، حضرتك مستنية الفرصة تجيلك. انا هقعد احط رجل على رجل واقول لحضرتك ان الفرصة مش هتيجي. احيانا الفرصة مش هتيجي تدق على بابك، لا، ساعات لازم انتي اللي تروحي وتكسري الباب ده بنفسك. حبيبتي، اللي بيستنوا الفرصة تجيلهم مش هينجحوا في حاجة، ولا هيعدوا اي حاجة خالص، ولا يعدوا في الطريق اصلا. ليه؟ لانهم قاعدين مستنيين الفرصة تيجي، حتى ما بيتعبوش ان هما يروحوا لها مثلا، او هما انت عارفة لو تعبتي هي هتجيلك من غير ما انت تروحي لها اصلا. انت لو تعبتي هي هتجيلك. ابداي وانت خايفة، عادي جدا، هتنجحي وتوصلي. ابداي وانت مش عارفة حاجة، عادي جدا، في طريقك هتتعلمي وتعرفي. ابداي وانت لوحدك، برضو عادي جدا، بالعكس انت هترتاحي جدا. اخر حاجة، وهي سابع حاجة والاخيرة، عشان تقريبا الشمس بتروح اصلا، ان 100% تفكير وصفر تنفيذ. 100% تفكير والصفر تنفيذ. احنا بنفكر وبنخطط وبنكتب على ورقة ومفيش تنفيذ. فين التنفيذ؟ ها، فين التنفيذ؟ في التخطيط والكتابة والكلام ده، فين التنفيذ؟ عايزة اقولك على حاجة، ان الافكار اللي مش بتطبق بتكون حمل كبير قوي في عقلك وفي قلبك. اسأليني انا، الافكار
اللي بتتحوش، انت بتفضلي تحوشي 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 في دماغك وفي قلبك، وتحوشي كتير فكرة من فكرة لفكرة لفكرة لفكرة، فتيجي انت على التنفيذ تحسي نفسك في متاهة، حرفيا متاهة. انتي حوشتي فكرة على فكرة على فكرة، طب انا هاجي هبدأ في الفكرة دي، لا طب انا هبدأ في الفكرة دي، طب ابدأ من انهي فكرة، ابدأ من انهي فكرة، طب الفكرة دي اولى من الفكرة دي هبدأ بيها. بصي انتي لو حطيتي فكرة في دماغك او الفكرة جاتلك في دماغك وجبتي ورقة وكتبتي فيها الفكرة، كتبتي فيها الخطة اللي انتي المفروض هتنفذي بيها الفكرة دي، تمام، ونفذتيها، كده شلتي حاجة من على قلبك، شلتيها خالص، شلتيها انتي نفذتيها. انتي متخيلة ان انتي كمية الافكار اللي هتجيلك في دماغك وانتي تعملي معاها خطة وبعدين تنفذيها، تعملي معاها خطة وبعدين تنفذيها، انتي متخيلة كمية الحاجات اللي انتي هتحققيها في حياتك؟ اي هدف يجيلك في دماغك تعملي له خطة وتنفذيه، انتي حرفيا متخيلة كم فكرة او كم هدف هتحققيه في حياتك؟ اوف، كتير قوي، كتير قوي. بس جربي تعملي اللي انا بقولك عليه. انا كده خلصت كل الافكار اللي حصلت معايا واللي ما حصلتش، كلهم جبتهم. فانا عايزه بس اقولك على حاجه اخيره، لو انت فيكي حاجه من السبعه دول جري تغيريهم، جري اعملي خطه وشوفي هتغيريها ازاي، تمام، لان زي ما انا قلتلك دول عوائق. لو انت ماشيه خلاص، انت قررتي ان انت تبداي في طريق نجاحك، خلاص الطريق لازم يكون سالك مفيهوش عوائق، تمام. فانتي تسعي ان انتي تغيري، لو في حاجه من دول فيكي اسعي ان انتي تغيريهم، وانتي طالما بتسعي يبقى ربنا هيوفقك، فما تخافيش من حاجه خالص طالما ربنا معاكي وانتي بتسعي وما بتعمليش حاجه غلط. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا. شكرا جدا لو وصلتوا لاخر الفيديو، وانا بحبكم قوي واتمنى ان كلنا ننجح ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي.